ايه ده بجد يا ماما هروح المدرسة؟ ايوه يا علي، وانا عايزك تذاكر علشان تطلع الاول. ياه، ده انا وحشتني المدرسة قوي قوي، مش مصدق اني هرجع لها تاني. هاي، عاملين ايه يا احلى واجمل ناس في الدنيا؟ وحشتوني من القصة اللي فاتت، والنهاردة كاتبالكم قصة جديدة. وللي لسه ما يعرفنيش، انا مريان. وما تنسوش لو قصتنا النهاردة عجبتكم ادعموني باللايك والكومنت واشتركوا في القناة علشان تنضموا لعيلتنا اللي هتكبر بيكم. ويلا نبدأ في قصة النهاردة. خلوني احكي لكم القصة من الاول. انا علي، مش انا بطل القصة. البطل الحقيقي هي امي عزة. انا الاخ الكبير وفي 4 غيري اصغر مني. وقت بداية القصة كان عندي 7 سنين. يا راجل، ما تقوم تصحى بقى، تعبتني معاك، حرام عليك. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، في ايه يا ولية؟ ما تسيبيني انام. تنام؟ تنام ايه؟ قوم، احنا بقينا الظهر. يوه، ظهر ولا عصر حتى؟ سيبيني اتخمد يا ولية، انا نايم الفجر. طب قوم، قوم هات فطار للعيال، هيموتوا من الجوع، حرام عليك. وانا اجيب لهم منين ان شاء الله يا اختي؟ وبعدين مش هم عيالك؟ روحي هاتلهم انت. يعني هم عيالي لوحدي؟ قوم يا راجل، العيال على لقمة الفطار من امبارح هيموتوا. يوه، العيال العيال العيال، اعمل لهم ايه انا؟ يعني العيال ما يجوعوا ولا يموتوا حتى. بصي، انا مش معايا فلوس، عايزه تاكليهم روحي اشحتي من الجيران، او اعملي اللي تعمليه وحلي عن سمايا، عايزه انام. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. منك لله يا شيخ، منك لله. يا رب. طب اعمل ايه انا دلوقتي؟ ولا اروح فين؟ اجيب ل5 عيال الاكل منين؟ مش مهم انا، بس هم يا رب، انت احن عليهم مننا. ايه ده يا ماما؟ انت هتروحي فين؟ هو برضو بابا مرضيش يصحى علشان يجيب لنا اكل، صح؟ لا يا حبيبي، بابا بس تعبان ونام متأخر، فلسه نايم. وكمان هو اداني فلوس علشان اروح اجيب لكم اكل اهو. بجد؟ بجد يا ماما؟ يعني هناكل النهارده؟ ان شاء الله يا حبيبي، انت بس خلي بالك من اخواتك لحد ما ارجع. طب انت هتتأخري؟ ربنا وحده بس اللي يعلم يا حبيبي، انت بس قول يا رب. يا رب. يا رب يا ماما، ما تتأخريش. يا رب. انت احن عليهم مننا يا رب، وانا ايدي قصيرة وعيني بصيرة، العيال هيموتوا من الجوع يا رب. اعمل ايه ليهم دلوقتي بس؟ اسيبهم يموتوا؟ لو استحملوا الساعة دي مش هيستحملوا التانية. يا رب، دبرها من عندك، دبرها من عندك يا نصير الغلابة. ايه يا ام علي؟ مالك؟ انت محتاجة حاجة؟ العيال، العيال يا ام محمد هيموتوا من الجوع. هو ابوهم برضو منزلش شغل يا بنتي؟ لا، ابوهم نزل، بس انت عارفة ان هو ارزاقي، هيعمل ايه بس؟ والله انت اصيلة يا بنتي، لان شفته امبارح وهو راجع بالليل كان عمال يتمطوح، شكله كان شارب زي عادته، وانتي ولا مرة اشتكيتي. اعمل ايه بس يا ام محمد؟ نصيبي. طب يلا، قومي تعالي معايا. على فين؟ هنروح فين؟ هنروح نبيع انا وانت المناديل اللي انا بقف بيها في الاشارة، ورزقي ورزقك على الله. بس انا مش معايا فلوس ادفع حق المناديل ديت. يا بنتي بقولك تعالي بس، ورزقي ورزقك على الله. خدي انتي المناديل دي تقفي بيها هنا، وانا هروح ابيع باقي المناديل هناك، ولما تخلصي ابقي تعاليلي. يا رب، اقف معايا يا رب. مناديل، مناديل يا بيه، مناديل، مناديل يا هانم. لو سمحتي انا عايز مناديل. سعرها كام؟ ب0.5 جنيه يا بيه. طب هاتي واحدة لو سمحتي. بس انا مش معايا باقي ال5. لا، دول ليكي، انا اصلا بشتريهم بالسعر ده على طول. روح، ربنا يفتح قدامك الابواب المقفولة يا رب. مناديل، مناديل يا بيه، مناديل يا هانم، مناديل، اللي عايز مناديل. لو سمحتي، لو سمحتي يا ستي يا بتاعت المناديل. ايوه ايوه يا بيه. بكم كل المناديل اللي معاكي دي؟ دول يعملوا لهم 50 جنيه. طب ثانية واحدة انا نازلك. طب هاتيهم وخدي دول. يا باشا، ما معكش 50 جنيه فكة؟ انا ما معيش فكة ال200 دي خالص. لا، انا هاخدهم ب200 والباقي علشان خاطر عيالك. عيالي؟ انت تعرفني يا بيه؟
لا يا ستي معرفكيش. اه صح، قوليلي، هو انت بتقفي هنا كل يوم؟ ويلا خدي فلوسي تعيش يا بيه. لا انا اول مرة ابيع هنا. طيب يا ستي، وبايه تعالي بيعي المناديل هنا لاني بحتاجهم للشغل عندي، وانتي اقرب ليا وانا في الطريق. حاضر يا بيه. روح، ربنا يفتح لك كل الابواب ويديلك على قد نيتك يا رب. يا ستي يا ام محمد، شفتي ربنا خلاني ابيع كل المناديل ب250 جنيه. يا ما انت كريم يا رب. وانا كمان تخيلي بعتهم كل اللي معايا ب250 جنيه. مش قلتلك يا بنتي رزقي ورزقك على الله؟ طيب خدي حقك بقى يا ست ام محمد. حق ايه بس يا بنتي؟ انا ال250 دول تمن المناديل كلها، وكمان كسبانة اضعاف تمنهم بكتير. ربنا سددهم عنك يا حبيبتي. يلا بينا نروح بقى علشان تلحقي عيالك تجيبوا لهم لقمة ياكلوها. وفي نفس الوقت ده اللي أمي كانت بتدور فيه على أكل لينا أنا وإخواتي والفلوس، وبالتحديد في بيتنا. يا واد يا علي، انت يا نيلة. ايوه يابا، انا جاية اهو. امال فين امك يا واد؟ خرجت من شوية. وباقي اخواتك يا اخرة صبري مش سامع لهم حس يعني، نايمين من الجوع. وانت ايه اللي مصحيك؟ ايه، مش جعان؟ جعان، بس مستني امي تيجي. يا رب ما تيجي يا شيخ. هي هي، ماما جت ماما جت، هي ماما جت ماما جت. اهي يا اخويا شكلها جت. يلا روح مع اخواتك. يلا يا ولاد كلوا لحد ما تشبعوا، ما يهمكوش اي حاجة. ايه ده؟ جبت الاكل ده كله منين يا ولية؟ سرقت مين؟ ولا سرقت ولا حاجة، بس ربنا حنين على العيال. طيب يا اختي، مادام جبتي اكل يبقى معاكي فلوس. فلوس؟ وانا هجيبها منين؟ من مطرح ما جبت الاكل يا اختي. بقولك ربنا اللي بعت الاكل للعيال، مش انا اللي معايا فلوس. هتقولي لي ربنا تاني؟ وانتي كل شوية العيال العيال، ما هم كاملين يعني نقصوا عيل؟ بعد الشر عليهم يا شيخ، اتفول على العيال. ده انا بقولك انهم على الفطار من امبارح، حرام عليك. على الفطار ولا على الغدا حتى؟ اعمل لهم ايه يعني؟ ويلا خلصي. معاكي فلوس جبت بيها الاكل ده ولا شحتاه ولا ايه؟ معاكي فلوس يعني؟ لا يا اخويا ما معيش، ولو على الاكل فلو انت نسيتهم ربنا عمره ما بينسى اللي خالقهم. يوه، ده انت ست تقصفي العمر يا شيخة، انا سايبها لك وماشي. كلوا يا عيال لحد ما تشبعوا، كلوا براحتكم. ماما، هو انت جبتي الاكل ده منين؟ هو ربنا بعته لينا بجد؟ اه يا حبيبي، ربنا هو اللي بعته لينا. ازاي يا ماما؟ هقولك بس اوعى تقول لابوك، اوعى يا علي. حاضر يا ماما. انا يا حبيبي رحت اشتغلت مع ام محمد جارتنا، وطلع الناس كويسين جدا، وربنا هو اللي خلاهم يعملوا كده علشان خاطركم. مش فاهم برضو يا ماما. هيجي يوم وتفهم، بس انا عايزة اطلب منك طلب. انا كل يوم هخرج للشغل مع ام محمد، عايزاك تخلي بالك من اخواتك كأني موجودة بالظبط لحد ما ارجع، وابوك ما يعرفش اي حاجة ماما راحت فين ماما خرجت. اتفقنا؟ حاضر يا ماما اتفقنا. ومن اليوم ده كل يوم أمي تخرج وترجع لينا بأكل كتير قوي وهي مبسوطة، لكني عمري ما نسيت كلمتها. كل ما أبويا يقول لها جبت الأكل منين تقوله لو انت نسيتهم اللي خلقهم عمره ما ينساهم. كلمة فضلت ترن في ودني طول العمر وهي تخرج وتجيب لنا الأكل، وعمرها من وقتها ما حرمت أي حد فينا أنا وأخواتي من أي حاجة. ازيك يا ام علي؟ بخير يا بيه. ها يا ستي، دي المناديل بتاعتي، الموظفين معايا بيحبوها جدا، مناديلك جميلة. تسلم. اه هم دول المناديل بتوعك، اتفضل يا بيه. خد يا ستي، ده حقك. ايه كل ده؟ ده اكتر من اللي احنا بناخده على طول يا بيه، ده كتير قوي. ولا كتير ولا حاجة، انت مش عارفة ان الاسعار غليت الايام دي غليت قوي. بس انا لسه بجيب بنفس السعر القديم. خلاص يبقى ده رزقك ورزق عيالك. ها يا بنتي خلصتي؟ اه يا ام محمد الحمد لله، ده ربنا كريم قوي 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 يا بنتي. انتي عارفة من يوم ما بقينا بنشتغل مع بعض وانا رزقي بيه اضعاف اضعاف، واللي كنت بعمله في شهر بقيت اعمله في اسبوع. وشك حلو ورزق عيالك جميل.
مش انتي قلتيلي رزقي ورزقك على الله، وهو رزقنا. معاكي حق يا بنتي. اه صح، قوليلي هو ابوهم لسه مرجعش؟ لا لسه يا ام محمد، بقاله يومين معرفش عنه اي حاجة، والواحد مشغول عليه قوي. يا شيخة، اديك اهو استريحت من المشاكل اللي كان كل شوية عاملها معاكم. لا، ده مهما كان ابو عيالي انا بس اعرف هو فينه، ده حتى اعرف ارد على العيال لما يسألوني عليه. ربنا يريح قلبك يا رب يا بنتي. يا رب. صح، مش انا رحت قدمت لعلي ولاخواته في المدرسة؟ يا زين ما عملت يا بنتي. ايوه، انا هفضل معاهم لحد ما يبقوا في الكلية. مش كفاية انا مش معايا اي شهادة واهو متبهدلة؟ مش هخليهم يتبهدلوا زيي ابدا. ربنا يكون معاكي ويعينك عليهم، اللي خلقهم عمره ما هينساهم ابدا. ويلا علشان نلحق نروح لهم. يا ولاد يلا خلصوا كل اللي وراكم علشان هروح نشتري لبس المدرسة. ايه ده بجد يا ماما هنروح المدرسة؟ ايوه يا علي، وانا عايزك تذاكر علشان تطلع الاول. ياه، ده انا وحشتني المدرسة قوي قوي، مش مصدق اني هرجع لها تاني. ان شاء الله مش هتقعد منها تاني ابدا يا علي. وانا كمان يا ماما هتوديني المدرسة مع علي؟ اه يا حبيبتي، كلكم هتروحوا المدرسة وان شاء الله هتاخدوا اكبر الشهادات يا رب. ماما صح، في ضابط جه النهاردة سأل عليكي وقالوا لما تيجي تروحي لهم علشان هم لقيوا بابا. بجد؟ لقيوه فين؟ وما جاش ليه طيب؟ مش عارف، هم قالوا لي كده. ماشي يا علي، خليك هنا وخلي بالك على اخواتك، وانا هروح واجيلكم على طول يا حبيبي. لما ماما راحت القسم علشان بابا، لقيته انه لما لقوه كان متوفي بسبب المخدرات، وإنه توفى بجرعة زيادة ومحدش لحقه. لكن هي وقتها قالت لنا إنه عمل حادثة ومات فيها، والجيران وقتها ساعدونا في أمور الدفن كلها لأنهم كانوا عارفين بظروفنا. وبعد 15 يوم ماما رجعت تنزل تاني الشغل علشان تقدر على تعليمنا وعلى أكلنا. كده يا أم علي تغيبي عننا أسبوعين ضغط فيهم على المناديل بتاعتك. معلش، أصل كان عندي حالة وفاة. البقاء لله. خير مين؟ روزي تعيش انت. لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب. البقية في حياتك يا أم علي، ربنا يخليكي لولادك ويخليهم ليكي يا رب. أمين يا رب. اتفضل يا بيه، المناديل أهي. اتفضلي، وادي الفلوس بتاعتك أهي. ازيك يا ماما؟ ازيك يا حبيبي؟ مناديل تاني؟ انت هتعمل البيت مخزن. استني بس هقعد واحكيلك. ها يلا احكيلي. بصي، انا في يوم كنت جاي عادي من الشغل، بس كنت متخانق خناقة كبيرة قوي مع المدير، وكنت تقريبا هسيب الشغل. وانا كنت واقف في الاشارة لقيت واحدة اسمها ام علي، شكلها غلبان جدا، بتبيع مناديل. لقيتني بديها ضعف حساب المناديل كلها، وانا مش عارف انا بعمل كده ليه، بس اشتريت كل المناديل اللي معاها بضعف سعرها. ولما جيت هنا لقيت صاحب الشركة بيتصل بيا وبيقول لي اني اترقيت، ومديري اللي انا كنت عامل معاه المشكلة هو اللي مشي، لان هو اللي كان غلطان. وقتها فهمت اني لما اديت الست الغلبانة دي ربنا اداني مرتب اضعاف اضعاف. ومن يومها وانا بشتري منها كل يوم المناديل، والفلوس بتاعتي فيها بركة غريبة عمرها ما حصلت معايا قبل كده. لحد من اسبوعين بطلت تيجي وانا ما كنتش عارف هي راحت فين. وسبحان الله في نفس الوقت الفلوس بتاعتي بقت تقل شوية بشوية، وانا مش عارف السبب. وكأن ربنا كان بيديني اضعاف المرتب بتاعي، ورزقي بيزيد علشان اديها، لان دي فلوسها هي مش فلوسي انا. والنهاردة ظهرت وعرفت ان جوزها توفى وهي معاها 5 عيال، ومش عارف اعمل ايه بجد يا ماما. هتشيل 5 عيال ازاي؟ بفكر اتصل بحد يشوف لها شغل، بس المشكلة انها مش متعلمة. بس يا ست، هي دي حكاية المناديل. سبحانك يا رب. عارف، زيزي صاحبتي قالت لي النهاردة لو أعرف بنات أو ستات مش متعلمين ومحتاجين شغل هياخدوهم ويعلموهم ويدوهم كمان محو الأمية. انت عارف زيزي معاها مصنع، هتعلمهم الخياطة وكل حاجة في المصنع، وهتشغلهم وهتأمن عليهم. ممكن تقول للبنت ديت تيجي هتأمن عليها هي وعيلتها كلها. فعلا يا ما انت كريم يا رب، احسن لها من وقفة الاشارة والشارع. هقول لها ان شاء الله بكرة. وامي اشتغلت اتعلمت واخدت محو الامية واتعلمت شغل المصنع كله، وفضلت تترقى تترقى
لحد ما بقيت مديرة العمال في المصنع، وأنا وإخواتي اتعلمنا لحد ما كل واحد فينا بقي معاه كلية. أنا بقيت طيار، وليا أخ بقي دكتور، والتاني مهندس، وكل واحدة من إخواتي بقيت دكتورة، وفي مننا اللي سافر واللي اشتغل في أكبر الشركات، وربنا حول حالنا من حال لحال، وربنا عمره ما نسانا، وأنا عمري ما نسيت جملتها اللي قالتها لأبويا: لو انت نسيتهم اللي خلقهم عمره ما ينساهم. وفعلا ربنا ما نسيناش أبدا. ودي ببساطة قصتي، أو بمعنى أصح قصة أمي عزة. كده نكون خلصنا قصة النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تقولولي في الكومنتات واللايك والشير، وهتعبكم في الاشتراك، واستنوني في قصة جديدة من حكاية مريان. بحبكم، باي.